الأسماء التي اختارها المدرب بارتولومي لوبيز في تشكيلة الأدعم في هذا اللقاء. بالنسبة للمنتخب الإماراتي في هذا اللقاء، خالد عيسى في حرس المرمى كالعادة، هناك كوامي، خليفة الحمادي، خالد الضحناني، لدينا ماركوس ميلوني، ماجد راشد، حارب عبد الله، يحيى نادر، يحيى الغساني، برونو كونسيساو وفابيو ليما هي الأسماء التي اختارها المدرب باولو بينتو في هذا اللقاء. هكذا هي الأجواء، ويا لها من أجواء في قمة الشقيقين الإماراتي والقطري هنا في استاد آل نهيان. الإماراتي يحاول، الإماراتي يتقدم خطير، الله أبيض الإمارات يبدأ أولا، أبيض الإمارات يسجل أولا عن طريق فابيو، عن طريق ليما بأول أهداف في هذا اللقاء. فابيو ليما في الدقيقة الرابعة فقط يفتتح هذه القمة، يستفتح هذا الكلاسيكو، يبدأ هذا الديربي بأول أهداف في هذا اللقاء، بتسديدة من فابيو بكرة من ليما في شباك مشعل برشام الأبيض عن ردة فعل. وهنا كرة من جاسم جابر، لكن عبد الرحمن مصطفى في الكنترول، عبد الرحمن يريد أن يمر. هنا فابيو ليما واقع على أرضية الملعب، نتمنى له السلامة لكل اللاعبين، اللاعب اللي على مستوى هذه التصفيات يسجل 4 أهداف. نعم 4 أهداف. حاول المرور، ميلوني قطع الطريق والكرة إلى خطأ لمصلحة المنتخب اللقي طارق سلمان. المنتخب القطري يبحث، عارب إلى الخلف، وصلت بعد ذلك في تصويب لكنها بعيدة كرة منتخب قطر، منقولة عن طريق أحمد فتحي، يسقط، يتحصل على خطأ وبطاقة صفراء من نصيب ماجد راشد بقرار حكم. جاء اللعب عبد الرحمن مصطفى، الكرة ما زالت تصل هذه الكرة من الطرف الأيمن، عبد الرحمن منقولة لمنتخب قطر، تمريرة ممتازة لكنت غساني يحاول فيها، غساني راح من الطرف الأيمن، أكرم اللمسة باتجاه إبراهيم من هذا المكان، تصويب لكنها بعيدة. أولى التسديدات من جانب المنتخب القطري لتصل مرة أخرى في وسط الملعب، هناك صافرة وهو خوخي في كرة خوخي، تصويب لكن أكرم مرر خطيرة ما زالت لمنتخب قطر، تصويبة من إبراهيم لكنها بتعود من جديد. العنابي كان قريبا عن طريق ماجد راشد، بتعود الكرة من أكرم، زالت إماراتية مستمرة والتسديدة هنا تأتي لك فرصة. غساني في كرة، يحيى، الله الله الله، كاد الغساني أن يسجل هدفا ليس ككل الأهداف. يحيى الغساني كاد أن يسجل هدفا من روائع الأهداف في لقطة. قرر مصطفى عنده كرة، فرصة لقطر، التسديدة، كرة ترسل طولية، بعد ذلك محاولة كونسيساو هنا يسقط، كونسيساو يتحصل على خطأ وبطاقة صفراء. مصطفى في الاستلام، مصطفى والعرضية، الكرة قطرية، مصطفى تصويب لكنها بعيدة ولا أروع. ياهي كرة أو ياهي فرصة، بينما هنا يأتي القرار بوجود ركلة جزاء. لوكاس مينديز وقع في المحظور، وبالتالي فابيو ليما على التنفيذ. هنا ليما الأبيض عاد من جديد ليعزز النتيجة ولكي تنشط آماله، أحلام أكبر. هنا من علامة الجزاء في شباك مشعل يسجل الأبيض الإماراتي الهدف الثاني في هذه اللحظات. فابيو ليما بالتي نقلت إلى الطرف الأيسر لكن خروج لمشعل. وهنا ما القرار استمرارية اللعب من حكم اللقاء. سقط برونو كونسيساو في اللقطة الماضية مطالبا باحتساب خطأ. الحكم يبحثون عن الهدف الثالث. هنا تقدم في الوسط، المرور، بعد ذلك التدخل من جاسم جابر وخطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة ليست بالقريبة لكنها ممكنة التصويب. الله الله الله، أبيض الإمارات
بديعة بطريقة خرافية. من هذا اللقاء طبعا آخر لاعب أحرز هاتريك لحسن خوخي وعد غادر أرضية الملعب. هنا فرصة لكنها تحولت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. دخل موتاري، يوسف عبد الرزاق، أكرم إلى همام، الأمين والعرضية ترسل، الكرة تتحول إلى خطأ في اللقطة الماضية، خطأ في الكرة الأخيرة، بطاقة صفراء كذلك سيشير حكم اللقاء على عصام. بينما أكرم يرسل كرة لافة داخل في الاستلام، أكرم في التحضير، همام في اليسار، همام في الوسط، لكن الكرة بتعود عند حارس المرمى مسعد. ركلة جزاء، وقع أيضا مشعل في المحظور، وبالتالي هناك ركلة جزاء. لكن هذا السريع، هذا الغساني، ليما أمام مشعل. هنا فابيو الرابع نعم للمنتخب الإماراتي في هذه اللحظات. يستذكرون أيامهم الجميلة، يستذكرون في نقلة ممتازة والتصويبة وهدف التقليص يضيع. العارضة رفضت كرة، بينما هنا الكرة بتعود مرة أخرى. يرسل كرة ساقطة، فرصة قطرية الراسية هنا تأتي، لكن اعتلت العارضة. تحولت سيمرتي